السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لاهلنا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم النصر يتعجبون اهل السماوات والارض. النهارده مش هنعمل وصفة، النهارده هنتعلم ازاي ننقش الكحك بطريقة سهلة، وهتحترفي نقش الكحك بسهولة. انا مش بحب استخدم بصمة الكحك او يعني الطبقات بتاعة الكحك. اول شكل عندنا هنا انا بظبط شكل الكحكاية الاول تبقى لازم شكلها مدور. بعد كده بعمل خط من النص، وببتدي اخد خطوط بميل زي ما انتم شايفين كده، انا بعملها بميل. بعد كده باخد الكحكاية بدوران كده، وابتدي ألف الكحكة. شايفين ده أول شكل. الشكل عندنا التاني اللي هو شبه الخيط الصوف أو لفة الخيط الصوف، وده شكل سهل جدا. أنا هنا بدور الكحكاية كويس، يعني لازم يبقى شكلها مهندم كده وشكلها حلو. بعد كده هبتدي اخد 3 خطوط بالطول زي ما انتم شايفين كده، و3 خطوط تحتها بالعرض. 3 خطوط بالطول وجنبهم 3 خطوط بالعرض، وهكذا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده باخد الكحكاية دوران بقى بالمنقاش علشان تديني الشكل بتاع لفة الخيط الصوف. الشكل ده من أحب الأشكال إلى قلبي، يعني بيبقى شكله حلو جدا زي ما انتم شايفين كده، وسهل جدا يعني ما فيهوش أي صعوبة. طبعا انا هنا هستخدم غطا علبة السمنة، هنا بتسهل عليا تحريك الكحكاية بسهولة افضل من الايد. هنعمل نفس الشكل تاني، 3 خطوط بالطول و3 خطوط بالعرض بالشكل ده. شايفين يا جماعة؟ هو طريقة النقش سهلة جدا، ما فيهاش اي افتكاسات، وده نقشة سهلة جدا. وكمان النقشات افضل من الطبعات، يعني دي افضل بكتير طبعا. الطبعات او بصمة الكحك بتخلي الكحكاية مش بتاخد سكر، لكن النقش بيخلي الكحك ياخد سكر حلو. اهم حاجة يا جماعة الكحك، عجينة الكحك نغطيها، والافضل كمان ان احنا نحطها في حفظ الطعام اللي هي بتحتفظ بالطعام سخن، علشان العجينة تفضل سخنة زي ما هي. الشكل ده انا بعمل خطوط بميلها على جنب كده. وبعد كده ببتدي اخد المنقاش لفوق. انا هنا بعمل شكل 7 و8. شايفين؟ انا باجي على كل خط واطلع بيه لفوق، وهنا هاخد الخط وانزل بيه لتحت، يعني عكس اتجاه بعض. طبعا انا بعتذر عن صوتي لان بجد انا واخده دور برد شديد. تمام. بقى نعمل شكل ورقة الشجر، وده شكل سهل جدا مش صعب، بس عايز ان انت تظبطي شكل العجينة على شكل ورقة الشجر. شايفين؟ انا بحاول اظبط علشان اخد الشكل بتاع ورقة الشجر بالظبط كده. هبتدي اظبط الجوانب بتاعة العجينة، وابتدي اخد المنقاش من النص، اعمل خط كده بالنص. وبعد كده هاخد العجينة على جنب كده بخطوط على جنب. وبعد كده هاخد بالعكس من الناحية التانية، ألف العجينة واخد خطوط بالجنب التاني، واداني شايفين شكل ورقة الشجر بالظبط. هي بس محتاجة ان انت تظبطي شكل العجينة على شكل ورقة الشجر. تمام. ده نعمل شكل تاني. اهم حاجة نظبط شكل العجينة كويس علشان خاطر تطلع شكلها مظبوط ومرسوم. هنا برضو هعمل آه يعني خطوط، 4 خطوط زي ما كنا بنعمل، بس بدل ما 3 خطوط هنعمل 4 خطوط بالطول و4 خطوط بالعرض. تمام. هتديني شايفين الشكل ده برضو اهو، 4 خطوط بالطول و4 خطوط بالعرض. تقدري تعملي زي ما انا عملت في البداية 3 خطوط، او تقدري تعملي 4 خطوط بالطول و4 خطوط بالعرض. بعد كده اخد الكحكة بدوران كده، وابتدي اظبط شكل النقشة. تعالوا نعمل الشكل ده، وده الشكل ده حلو جدا. انا هعمل علامة زائد كده، هاخد خط من النص زي كأن انتي بتعملي علامة زائد. شايفين؟ بعد كده هاخد خط بميل على شكل 8 اهو، وابتدي اعمل كأني بعمل رقم 8.
لغاية ما اخلص الكحكاية كلها وانا بعمل رقم 8 يعني باخد خط بالميل من اليمين وخط بالميل من الشمال، وده شكل سهل جدا. نعمل مع بعض شكل تاني، ودي الاشكال المتاحة. تقدري لو انت كمان عندك اشكال تانية او افكار تانية تقدري فيها. هي النقش والله سهل يا جماعة، مش صعب، بس هو عايز تركيز شوية. ده شكل تاني، انا بعمل خط من النص، بعد كده باخد، شايفين انا بعمل خطوط بالميل على جنب، بعد كده هاخد خطوط صغيرة عند اول طرف الكحكاية كده، شايفين عند الطرف، وبعمل خطوط بميل، وهكذا هعكس العجينة وابتدي اخد خطوط بميل، بعد كده اعمل نقشة لتحت. وده شكل سهل جدا وبسيط، شايفين. تعالوا نعمل مع بعض تاني شكل ورقة الشجر. انا بلف العجينة شبه الرول كده، وبخلي جزء عريض من فوق، وابتدي اعمل جزء رفيع لتحت كده على شكل طرف ورقة الشجر. بعمل خط من النص، وابتدي اخد نقشة بميل على جنب، تمام، وابتدي اعكس العجينة واخد خط بميل لتحت، شايفين شكلها تحفة. كده احنا عملنا كذا شكل مع بعض، كانوا سهلين جدا وهتتقنيهم ان شاء الله بكل سهولة. كل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.